أهلا بكم في بودكاست قصص الجن والأشباح. أنا معكم محمد، وفي هذه الحلقة سآخذكم في رحلة مظلمة إلى عالم غامض، عالم لا يراه البشر بالعين المجردة، لكن أثره يمكن أن يكون مرعبا. نعم، إنه عالم الجن، تلك المخلوقات التي تعيش بيننا دون أن نراها، وتشاركنا أرضنا دون أن ندري. هل كنت وحدك في الغرفة وسمعت صوتا غريبا؟ هل شعرت يوما أن أحدا ما يراقبك وأنت وحيد؟ أم هل استيقظت ليلا على صوت حركة في منزلك المغلق؟ قبل أن نبدأ في سرد القصص، دعونا نتعرف أولا على أنواع الجن وقدراتهم. في المعتقدات الشعبية والتراث يصنف الجن إلى عدة أنواع. هناك المارد، وهو من أقوى أنواع الجن، طويل القامة، هائل الحجم، وقادر على التشكل بأشكال مختلفة. ويعتقد أن المارد يمكنه حمل أشياء ثقيلة جدا والتنقل بسرعة فائقة بين الأماكن البعيدة. وهناك العفريت، وهو معروف بشراسته وقوته، وغالبا ما يوصف بأنه شرير ويتسبب بالأذى للبشر. أما القرين فهو نوع خاص يلازم الإنسان منذ ولادته كظل له، ويمكن أن يتأثر بسلوك الإنسان فيصبح إما صالحا أو شريرا. وأخيرا هناك الغول، ذلك المخلوق المرعب الذي يظهر في الصحاري والأراضي المهجورة، ويتميز بقدرته على التشكل والتغير خاصة في الليل. يعتقد أنه يخطف المسافرين الضالين ويفترسهم. وفقا للمعتقدات الشائعة، يمتلك الجن قدرات خارقة، منها القدرة على التشكل والظهور بأشكال مختلفة كالحيوانات أو البشر أو حتى الأشياء. يمكنهم أيضا الاختفاء والتنقل بسرعة هائلة. بعضهم يستطيع الطيران، وآخرون يمتلكون قوة بدنية هائلة. وفي المعتقدات الشعبية يقال إن الجن يفضل العيش في الأماكن المهجورة والمظلمة، مثل الخرائب والمنازل المهجورة والمقابر والكهوف. كما يعتقد أنهم ينشطون أكثر في الليل وعند الغسق، ويتجنبون الأماكن التي يتردد فيها ذكر الله كثيرا. والآن اتركوا أنفسكم لي، وتعالوا معي إلى عالم القصص المخيفة حول تجارب الناس مع هذه المخلوقات الغامضة. القصة الأولى: الظل في زاوية الغرفة. تروي سارة، وهي امرأة في الثلاثينيات من عمرها، قصتها المخيفة مع الجن الذي استوطن منزلها الجديد. تقول سارة: انتقلنا إلى منزل جديد في حي هادئ. كان المنزل قديما نوعا ما، لكنه كان مريحا ومناسبا لعائلتنا الصغيرة. في الأيام الأولى لاحظت شيئا غريبا في غرفة المعيشة. كان هناك ظل داكن في زاوية الغرفة يظهر فقط عند المساء، وكلما اقتربت منه اختفى. في الأسبوع الثاني بدأت أسمع أصواتا غريبة، همسات وخطوات في المنزل الفارغ عندما كنت وحدي. ذات ليلة استيقظت على صوت طفل رضيع يبكي. ذهبت إلى غرفته ووجدته نائما بسلام، لكن الهاتف المحمول الذي كنت أتركه بجانبه لمراقبته كان يسجل صوتا غريبا، صوت همسات وضحكات لا تشبه صوت طفل. في الليلة التالية استيقظت على صوت حركة في المطبخ. خرجت لأرى، ووجدت جميع أبواب الخزائن مفتوحة. أغلقتها ورجعت إلى النوم، لكني استيقظت مرة أخرى على نفس الصوت لأجدها مفتوحة مرة أخرى. في هذه اللحظة شعرت بشيء بارد يمر بجانبي، ورأيت ظلا يتحرك بسرعة نحو غرفة طفلي. هرعت إلى غرفة طفلي، وعندما دخلت رأيت ظلا طويلا ينحني على سرير طفلي. اختفى فورا عندما أضأت النور. في اليوم التالي استدعينا شيخا قرأ القرآن في كل زاوية من المنزل. منذ ذلك اليوم اختفت الظلال والأصوات،
لكني أحيانا ما زلت أشعر بوجود شيء ما يراقبني عندما أكون وحدي في المنزل. القصة الثانية: المنزل المسكون في الحي القديم. يحكي أحمد وهو طالب جامعي عن تجربته في منزل جده القديم. في العطلة الصيفية قررت أن أقضي بعض الوقت في منزل جدي في القرية. كان منزلا قديما جدا، عمره أكثر من 100 عام. أخبرتني جدتي أن أتجنب الغرفة في نهاية الرواق. قالت إنها مغلقة منذ سنوات ولم تخبرني السبب. في الليلة الثالثة استيقظت على صوت طرق خفيف، كأن شخصا ما يطرق على الجدار بيني وبين غرفتي المغلقة. تجاهلت الأمر في البداية، ولكن الطرق استمر وأصبح أقوى. شعرت بالفضول والخوف في نفس الوقت. في الليلة التالية كنت أقرأ كتابا في غرفتي عندما سمعت صوت باب يفتح ببطء. خرجت لأرى ووجدت باب الغرفة المحظورة مفتوحا على الرغم من أنه كان مغلقا بالمفتاح. اقتربت منها ببطء، وعندما نظرت داخل الغرفة رأيت شكلا غامضا كظل بشري يجلس على كرسي هزاز قديم في زاوية الغرفة. تجمدت في مكاني والظل يتأرجح ببطء على الكرسي، ثم فجأة توقف وكأنه أدرك وجودي. استدار نحوي، وعلى الرغم من أني لم أستطع رؤية وجهه شعرت بنظرته تخترقني. في تلك اللحظة سمعت صوت همس: ارجع من حيث أتيت. هربت من المنزل في تلك الليلة ولم أعد إلى تلك الغرفة أبدا. عندما أخبرت جدتي بما حدث اعترفت أخيرا. تلك كانت غرفة جدي الأكبر الذي توفي في ظروف غامضة. كان يقال إنه كان على اتصال مع الجن، وأنه قام بعقد صفقات معهم، ومنذ وفاته قيل إن روحه أو أحد الجن الذين تعامل معهم ما زال يسكن الغرفة، يحرس شيئا ما لا يعرفه أحد. القصة الثالثة: الطريق الصحراوي. يروي سالم وهو سائق شاحنة يعمل على الطرق الطويلة بين المدن قصته المخيفة. كنت أقود شاحنتي على طريق صحراوي طويل. كان الوقت متأخرا في الليل والطريق خاليا تماما. فجأة لمحت امرأة تقف على جانب الطريق ترفع يدها طلبا للمساعدة. توقفت لمساعدتها، وعندما اقتربت لاحظت أنها ترتدي ثيابا بيضاء طويلة وشعرها طويل يغطي وجهها. سألتها عما تفعله في هذا المكان النائي في منتصف الليل، ولكنها لم ترد. أخبرتها أنه بإمكاني توصيلها إلى أقرب مدينة. وافقت بإيماءة من رأسها. صعدت إلى الشاحنة وجلست بجانبي وانطلقنا. حاولت أن أبدأ محادثة معها، لكنها ظلت صامتة. بعد حوالي نصف ساعة من القيادة لاحظت شيئا غريبا. على الرغم من أن الباب بجانبها كان مغلقا، كان الهواء البارد يتسرب إلى الشاحنة. استدرت لأنظر إليها، ولكني وجدت المقعد فارغا. صرخت من الخوف وتوقفت على جانب الطريق. فتشت الشاحنة بأكملها ولم أجد أثرا لها. وبينما كنت أقف مذهولا سمعت ضحكة نسائية بعيدة تأتي من الصحراء. نظرت إلى الظلام ورأيت شكلا أبيض يتحرك بسرعة غير طبيعية بين الكثبان الرملية ثم اختفى. عندما وصلت إلى المدينة التالية أخبرني بعض السائقين أن هناك قصة متداولة عن امرأة جنية تظهر للمسافرين في تلك المنطقة، وأن كل من يقلها يصاب بسوء حظ أو مرض غريب. منذ تلك الليلة لم أعد أسلك ذلك الطريق أبدا، ودائما ما أشعر بقشعريرة عندما أرى امرأة على جانب الطريق في الليل. القصة الرابعة: الكتاب القديم. تحكي نورة وهي باحثة في علم المخطوطات تجربتها الغريبة. كنت أعمل على دراسة مجموعة من المخطوطات القديمة في مكتبة المدينة. وجدت كتابا غريبا بين المجموعة، كان مكتوبا بلغة لم أتعرف عليها، وفيه رسومات وطلاسم غريبة.
أخذت الكتاب معي لدراسته في المنزل. بدأت في محاولة ترجمة بعض الكلمات. في تلك الليلة بينما كنت أقرأ بصوت عال بعض المقاطع التي ظننت أني فهمتها، انطفأت الأنوار فجأة. شعرت بتيار هواء بارد يملأ الغرفة على الرغم من أن النوافذ كانت مغلقة. على ضوء الشموع واصلت القراءة، وفجأة سمعت صوت همسات تأتي من زوايا الغرفة. تجمدت في مكاني وبدأت أشعر بأشياء غير مرئية تلمس شعري ووجهي، ثم سمعت صوتا واضحا يقول: أكمل أكمل. أغلقت الكتاب فورا وألقيته بعيدا. في الأيام التالية بدأت أرى أشياء غريبة في منزلي، ظلال تتحرك وأصوات غريبة وأشياء تتحرك من مكانها. كنت أستيقظ في الليل على صوت صفحات تقلب لأجد الكتاب مفتوحا على الطاولة، على الرغم من أني كنت أخبئه في صندوق مقفل. في ليلة من الليالي استيقظت على صوت حركة في غرفتي. فتحت عيني لأرى شكلا غامضا يقف بجانب سريري. كان شبيها بإنسان لكنه أطول وأنحف، وكانت له عينان تلمعان في الظلام. جمدت من الخوف والكائن يحدق بي، ثم قال بصوت همس: أعد الكتاب، إنه لنا. اختفى بعدها. وفي اليوم التالي أعدت الكتاب إلى المكتبة وأخبرت المسؤولين هناك بما حدث. أخبروني أن هذا الكتاب يعود لمجموعة خاصة من الكتب التي يحظر إخراجها من المكتبة، وأنه كان كتابا للسحر وتحضير الجن. منذ ذلك اليوم توقفت الظواهر الغريبة في منزلي، لكني ما زلت أشعر أحيانا بتلك النظرة تراقبني في الليل. هذه القصص التي شاركتها معكم اليوم ليست سوى نماذج قليلة من تجارب الناس مع عالم الجن الغامض، عالم موجود بيننا يشاركنا الأرض لكننا لا نراه. وفي الختام تذكروا دائما أن الخوف من المجهول طبيعي، لكن المعرفة والإيمان هما سلاحنا في مواجهة ما لا نفهمه. شكرا لاستماعكم لبودكاست قصص الجن والأشباح. إذا أعجبتكم الحلقة فلا تنسوا الاشتراك لسماع المزيد من القصص والأساطير المخيفة. أراكم في الحلقة القادمة، وتذكروا ليس كل الظلال مجرد انعكاس للضوء. مع السلامة.